النهارده بقى نعمل الطاجن ده طاجن، عايزه اقول لكم من طواجن السعاده، بجد جميل جدا. ممكن نعمله يبقى شتوي وممكن يبقى صيفي. ممكن ناكله سخن مولع اول ما يخرج من الفرن، ممكن نحطه في التلاجة كده وناكله وناكله ساقع. انا عن نفسي ولا بحب اكله كده ولا بحب اكله كده، انا بحب اكله دافي، ولا ساقع ولا سخن. بصوا بقى، الطاجن ده ممكن نعمله بكذا حاجه. انا عن نفسي المره دي هعمله بملفيه. انا جبت الملفيه جايباه جاهز زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك حطيته في الفرن بس كده، خرجت منه الرطوبه وحمصته بس تحميصه زياده شويه. وبعد كده هكسره. ممكن لو ما عندناش ملفيه ممكن نعمل كده في الرقاق بتاعنا. ممكن نعمله بالجلاش، ممكن ندخله الفرن برضو نحمصه شويه كده ونطلعه نكسره ونعمل. يعني المتاح بالنسبه لنا، مش هنغلب فيه. اي حاجه عندنا في البيت موجوده هنعمله بيها، ومعاه شويه لبن وخلاص على كده. وممكن نعمله في طاجن كبير زي ما انتوا شايفين كده، او طواجن صغننه. انا اعمل الطاجن الصغنن ده ليه؟ علشان انا عندي بوسي مش بتحب يتحط عليه اي حاجه خالص، هي بتحبه ساده. انتوا ممكن بقى عندكم مكسرات حطوا، انا ما عنديش مكسرات، انا حطيت سوداني وحطيت شويه جوز هند. لو بتحبوا كمان الزبيب حطوا. وهنقلبه كويس جدا كده مع بعضه. اوكي. وهنعمل وهنشربه بقى باللبن السخن. اللبن قبل ما نحطه عليه هنسكره. سكريه بس، دوقي السكر زي ما انت عايزه كده، بس انصحك بلاش تزودي السكر قوي، علشان ما يبقاش ما يجزعش معاكي وانتي بتاكليه. يعني خلي السكر معقول كده علشان تقدري تاكلي منه زي ما انتي عايزه. هنقلبه كويس جدا، وبعد كده هشرب الطاجن بتاعي كله باللبن السخن. انا مشغله الشوايه في الفرن. هنشغل الشوايه بس لان هو مفيهوش اي حاجه هتستوي، احنا يا دوبك هنديله وش. هنشرب بقى اللبن كله الطاجن بتاعنا نغطيه بيه. وعندنا شويه قشطه حلوين كده، هربهم كويس جدا واحطهم على وش الطاجن. طب لو ما عنديش قشطه، لو عندك كيس كريم شانتيه ممكن نعمله بشويه لبن بالمضرب كده وبرده ندهن بيه الوش. لو عندك نص كوبايه كريمه لباني برده هنضربها برده كويس كده وندهن بيها الوش. زي ما قلنا المتاح بالنسبه لنا. انا كان عندي وش اللبن القشطه، ضربتها كويس جدا بالمعلقه كده وهدهن بيها الوش كله. وفي الاخر خالص هنعمل هنجيب معلقه سكر بودر وهنرشها على الوش كله، بحيث ان الوش لما يخش يتحمر ياخد كرمله كده من السكر اللي احنا حطيناه مع القشطه بتاعتنا، ويبقى طعمه كمان حلو. هدخله بقى الفرن تحت الشوايه ياخد وش وخلاص. على كده بجد هتاكلوا احلى طاجن. وزي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزينه سخن ماشي، عايزينه ساقع ماشي، عايزينه دافي زي ما انا باكله برضو ماشي. يا ريت بقى تعملوا لايك، تعملوا شير، تعملوا كومنت جميل زيكم كده عشان تفرحوني معاكم. اوكي، باي باي.